السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بس كده يعني أنا حابب أطلع بس أقول كلمتين في حق جمهور النادي الأهلي فيما بدر منهم في مباراة سان داونز مع مستر كولر. فبصراحة أنا والله العظيم أنا هقول كلمتين، وربنا وحده وربنا اللي يعلم واللي شاهد اللي في قلبي على لساني، ولكن يعني بوجه رسالة للجمهور وبقول ما ينفعش يا جدعان اللي حصل ده، واللي حصل ده أنا ضده. يعني انا واحد من عامة الجمهور ومن عامة الشعب. يعني عيب قوي، عيب قوي جدا ان احنا نعمل كده مع مدرب كان في يوم من الايام برضو، يعني انت كنفسك واحد من الجماهير انت اشدت بيه وانا اشدت بيه. فانت خلاص انا عارف ان هي نرفزت ملعب والمباراة كانت مهمة وان هو ما اداش الواجب اللي هو عليه فعلا، ولكن انت المفروض كنت تمتص الزعل ده والغضب وتفتكر له اي حاجة حلوة هو عملها عشانك برضو وعملها معاك، ونفتكر انه في مرة برضو فرح الجماهير وفرحنا برضو احنا كجماهير النادي الاهلي. فانا بقول ان الاسلوب ده غير راجع عنه لا مؤاخذه تماما. وهنا بقى يعني هنا رسالتي لمجلس اداره النادي الاهلي، هو ده اللي المجلس نادي اداره الاهلي كان بيلعب عليه، ان هو يسلم كولر تسليم اهالي. ليه انا بقول لك كده بقى؟ لان احنا بصراحه فتره كولر الاخيره كنا شايفين ان طبعا كولر ما بيأديش المستوى اللي المطلوب منه، او بدأنا نحس ان كولر بدأ يفنن في التشكيل وبدأ ما يبقاش يهتم بالمباريات. وكل ده كان على علم بإدارة النادي الأهلي. يعني انت ما تقوليش ان إدارة النادي الأهلي ما كانتش على علم بده كله، ما اكيد كانوا بيتفرجوا ويشوفوا. اشمعنى التوقيت ده واحنا في التوقيت اللي فات قلنا يا جماعه مستر كورن خلاص مش هيقدم حاجه تاني للنادي الاهلي، وعايزين دوافع جديده، عايزين مدرب يكون معاه دوافع جديده، وهو ده اللي احنا اتكلمنا بيه واشدنا بيه. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ودن من طين ودن من عجين. فانت ايه اللي كنت منتظره او ايه اللي انت كنت مستنيه ان مستر كولر يعمله يعني؟ ما انا عايز افهم انت كنت مستني ايه غير كده؟ انت كنت مستني قفله غير يعني غير دي؟ اكيد ما يعني ما فيش قفله في الدنيا هتبقى زي كده. بس فانا يعني انا مش جمهور النادي الاهلي يا جماعه اللي يعمل كده ويحدف بازايز وبتاع، وخصوصا انه راجل كبير. يعني سيب سيره حلوه خلاص بقى، هو ماتش وفات يعني عادي، يعني ما يجراش حاجه، يعني طلعنا من البطوله. انا عارف ان ده يعيبنا وده يعيب الجمهور النادي الاهلي، حاجه احنا مش واخدين عليها، وحاجه مش يعني بمعنى صح مش حاجه، يعني حاجه غريبه علينا ان احنا ما نبقاش موجودين طبعا في دوري ابطال افريقيا، وان احنا طبعا ما نكونش ان احنا المنافس الاول فيها. وبالفعل احنا ما كناش مرشحين لهذه البطوله السنه دي. ولكن يا جماعه برضو انت يعني ما ينفعش بكل الاساليب. طبعا الفيديو انا كنت عايز اجيبه لكم بس عشان حقوق النشر وبتاع ممكن يعمل مشكله وكده، فلكن يعني انا شفت الفيديو بصراحه، الفيديو بصراحه يعني استفزني قوي ملوش لازمه. يعني ان الراجل ياخده ويجري بيه والاساسي عماله تحدف فيه، يا جدعان عيب، يا جدعان يا جدعان عيب. انا من واحد لما شفت كده زعلت ان الراجل ده في يوم من الايام اسعدني انا شخصيا. الراجل ده اي نعم انا بقول لك اهو ما كانش التغيير بتاعه في الوقت المناسب، وكان بيغير متاخر جدا جدا جدا، ولكن يا جماعه جه في يوم من الايام برضو ابسطني وفرحني. ما انت تقول اللي ليك واللي عليك، ما ولا ما تبقاش انت كده من جمهور النادي الاهلي. افهم بقى، ما تعملش زي التانيين عمال ويهيصوا ويزغرطوا ويا مش عارف ايه ويا صندوق ده. سيبك منه، ده تعبان في دماغه، ده ميت، ده حول الله يا رب، ده ما مالكش دعوه بيه. انت فاهم؟ انت فاهم؟ بيشوف له حاجه، ولا نافع في دوري، ولا نافع في كاس، ولا نافع في دوري ابطال، ولا نافع في كونفدراليه، ولا نافع في اي حاجه، على دماغه اللي عايزينه، فكك منه انساه. ولكن انا بقول احنا كجمهور النادي الاهلي مش دي يا جماعه عادتنا، ومش دي مش ده وبعدين انت لم تقرر. طب انا معاك ان كولر فعلا فنن وعمل حاجات فعلا ما كانتش ينفع انها تتعمل، ولكن انت سبت اللعيبه برضه. يعني انت ما انتقدتش اللعيبه قد ما انتقدت كولر. فخلاص هو احنا خلاص احنا عايزين منه ايه تاني؟ خلاص الراجل لعب مباراه مش احسن حاجه، 90 دقيقه كان بيدافع. خلاص واحنا عرفنا السيناريو وعرفنا الدنيا دايره ازاي، فخلاص فبالتالي الراجل اوريدي كده خارج النادي الاهلي. ان شاء الله بالايام اللي جايه كده والساعات اللي جايه ان شاء الله باذن الله نسمع كده خبر حلو كده عن مدير النادي الاهلي الجديد. بس فانا طلعت اوضح الصوره واقول ان فعلا ما كانش لازم يعني
جمهور النادي الاهلي يظهر بالصوره دي، مش عشان طبعا التانيين الله يكسفهم، لا طبعا احنا عشان احنا جمهور اعقل من كده، وجمهور يعني واعي عن كده، وجمهور يعني بسم الله ما شاء الله والله العظيم، مش عشان يعني انا واحد من ضمن الجمهور فعلا. عقليه جمهور النادي الاهلي دي فعلا عقليه نادي، اكبر نادي فعلا في افريقيا بالشرق الاوسط، وفعلا فوق ما تتخيل، واللي انت عايز تقوله قول. ولكن يا جماعه انا ندائي هنا بقى لاداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي يا جماعه، محمد رمضان مين يا جماعه؟ يا جدعان بالله عليكم، في احلى فتره النادي الاهلي كان بيعيش فيها سيد عبد الحفيظ. ما هو انت بقى تبقى شايف بقى ان الناس ماشيه صح، وان مدير الكوره ماشي صح، وبطولات، والفتره اللي كان قاعد فيها بسم الله ما شاء الله بطولات ودوري ابطال افريقيا، كاس العالم للانديه، والدنيا زي الفل، وتيجي مره واحده اقالته. ما هو ده برضو علامه من علامه الاستفهام، ان الواحد برضو لازم يقف عندها ويفكر ليه؟ ليه؟ يعني انت كنت مستني ايه؟ انت كنت مستني تشوف اللي انت شايفه دلوقتي؟ طب اهو يا عم يلا البس، اهو يا عم يلا البس، وهتيجي على دماغكم في الاخر. برضه شايفين برضه كولر عمال يفنن وعمال يقول وعمال يعيد وعمال يزيد، وشايفينه من بدري واقفين عند النقطه برضه، وعاملين نفسكم مش شايفين. وجي النهارده سلمتوا راجل تسليم اهالي، يلا نشوف غيرك. طب ما احنا هو ده اللي اتكلمنا فيه من فتره، وقلنا يا جماعه ان خلاص مفيش دوري للنادي الاهلي، ومفيش طبعا كاس مصر، ومفيش طبعا دوري ابطال افريقيا. فقلنا يا جماعه ان الراجل ده بدا يفنن وبدا يعمل حاجات ما طب شوفوا يا جماعه، يا جماعه شوف، وهاتوا لنا مدرب يا جماعه تمشي بالرضا، وتمشي طيبه وتمشي حلو. يعني احنا عايزينها تمشي طيبه وتمشي حلو، وتشوفوا الراجل عايز ايه. ولكن هما مش عايزين يعني يفسخوا العقد مع كولر عشان خاطر الشرط الجزائي. يا اخي يعني انت شرط الجزائي ايه وبتاع ايه وقرف ايه؟ بقرف ايه يا بايا؟ قلنا يا جماعه نشوف مدرب يكون عنده دوافع انه يلعب مع الفريق، وانه ياخد بطولات، ويكون بدافع. خلاص هو كولر عمل ايه ده؟ عمل اللي في وسعه، واخد معاك دوري، واخد معاك سوبر مصري، واخد معاك دوري ابطال افريقيا، ووصل كاس العالم للانديه مرتين. يعني خلاص الراجل خلاص ايه في تاني يحققه؟ خلاص هو مع الراجل. يعني انا ما كنتش فعلا حابب ان هو ان دي تبقى القفله، او ان ده يبقى السيناريو اللي بالاسف ما كنتش احب اتمناه، او ما حبيتش ان انا اشوفه لمستر كولر. ولكن يا جماعه هنا بقى لازم نقف، ولازم اداره النادي الاهلي تتدخل. انا مني واحد هو مطلب جماهيري سيد عبد الحفيظ مبدئيا كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عايزين سيد عبد الحفيظ وش. انا بقى مش قابل اي مدير كوره غير سيد عبد الحفيظ، لا قمصان ولا بنطلونات ولا. انا عايز سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ ومعاه محمد شوقي. يا عم انا كده طيبه وزي الفل، والحمد لله وبارك الله في مرازق. هتقعد بقى تجيب لي بقى مش عارف خالد بيبو، يا عم على عيني وعلى راس الناس دي كلها والله العظيم، واساطير النادي الاهلي وعلى عيني وعلى راسي. بس انا شايف الفتره اللي كان فيها الاشخاص دي، انا شايف انها فتره ناجحه وفتره جميله جدا. يبقى انا ليه اقعد اغير بقى واخترع يا جدعان؟ طب ما الامور ماشيه صح، الامور ماشيه صح، ما اقعدش انا بهدأ. فبصراحه يا جماعه دي كان حاجه برضو كنت طالع اتكلم فيها، وبحاجه بجد كانت يعني مزعلاني قوي لما شفت الفيديو. والله العظيم حاجه تزعل جدا. آه، والواحد يعني بصراحة حزين جدا على اللي شافه مع مستر كولر. ولكن ما تنساش ان الراجل ده بعد ربنا سبحانه وتعالى برضو انت في يوم اشدت بيه، وكان الراجل ماشي بمستوى حلو. ولكن هي دي الكورة، مش هتفضل معاك، مش هتفضل تديك. لازم هو الراجل برضو طلع في مؤتمر وقال ان النادي الاهلي ده امره عجيب، وجماهيره الناس دي غريبة قوي، بتفكر ان المباراة كلها مكسب مكسب مكسب، مفيش خسارة. وده غلط، مش غلط، هو يعني عموما في الكورة مكسب وخسارة. ولكن احنا كجمهور النادي الاهلي ما خدناش على كده، يعني ممكن نخسر ماتش او ماتشين، ولكن لما بنعود بشكل حلو جدا، بناكل القاره كلها. وعد مني انا كجمهور النادي، يعني انا كشعب من شعب جمهور النادي الاهلي، انا بوعد اي حد ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي هيبقى موسم بص كروي فاجر من الاخر جاحد. هتبقى سواد على الكل، زي يلا بينا سواد على الكل، على القاره كلها. لان الاسد لما بيرجع بتبقى رجعته وحشه، والرجعه فجعه باذن الله النادي الاهلي. فانا طبعا يا جماعه اللي حبيت بس الموضوع ده نفسني جدا والله، وخلى الواحد يعني معاني زي اشمئزاز كده طب ليه يعني؟ ليه يا جماعه؟ خلاص يا جماعه المباراه راحت لحالها. الراجل ده برضو يعني في يوم من الايام برضو اسعد جماهير النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله يعني نشوف النادي الاهلي في الفتره الجايه باذن الله يكون احسن حاجه. وكلمه اخيره لاداره النادي الاهلي، كابتن محمود، يعلم ربنا الناس كلها بص
بيحبك قوي، وانا من اولهم والله العظيم بحبك وبعشقك. اب روحي لاي حد اهلاوي، اب روحي لاي مشجع خلق وربنا اهلاوي، فخر لاي حد انه يشجع النادي الاهلي ده، وفخر لجماهيره، وفخر لاداره النادي الاهلي كلها 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 كلها. الاستاذ خالد مرتجي طبعا، ناس جميله جدا وناس عظيمه جدا 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 في اداره النادي الاهلي، وبيشتغلوا جدا. وخد دي مني، انا بقول لك بيشتغلوا جدا جدا. ولكن انا بس ندائي صغير كده كواحد من جمهور النادي الاهلي الحبيب اللي بيعشق الفريق ده جدا جدا جدا: اشتغلوا زي ما انتوا، اشتغلوا في صمت. بس بالله عليكم شوفوا الاخطاء وشوفوا الحاجات اللي عايزه تتعالج وعالجوها، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا في اللي جاي فرحه باذن الله. وان شاء الله ما نشوفش مكروه في النادي الاهلي، ولا جمهور ولا لاعيبته ولا ادارته. وبس كنت حابب ان انا اتكلم في النقطه دي، وارجو ما يكونش حد فهمني غلط جدا. والله العظيم ما قصدي اساء لاي حد، انا بحبكم كلكم في الله. اخواتي كلهم كلكم كلكم، عمري ما كرهت حد، ولكن في غلط احنا بس بنطلع بس نقول يا جماعه، ده بننوه بس حاجات بسيطه، بنقول يا جماعه ما ينفعش. وان شاء الله باذن الله خير، وكنتم في رعايه الله وفي امان الله كلكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.